شفتوا اخر نكته يا جماعه؟ واحد طالع زعلان من جمهور القناه ان هم ما بيدعموهوش زي الفيديوهات اللي فاتت، فالفيديو اللي بيلومهم فيه ما يتدعمش برضه. تضحكوش ليه؟ في إيه يا جماعه؟ ما تدعمونا بلايك او سبسكرايب في اي حاجه يعني، شجعونا باي حاجه يعني. وتعالوا نخش في محتوى الفيديو. فضيحه تحكيميه كبيره جدا في مباراه ليفربول ونيوكاسل، مصيبه وفساد على الهواء مباشره. يا ترى ايه اللي حصل في المباراه وايه راي الجمهور في اللي حصل؟ هقول لك كل حاجه في الفيديو ده، بس صلي على النبي واعمل لايك سبسكرايب وفعل الجرس عشان تشوف كل جديد. ويلا بينا نبدا. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. في مباراة نيوكاسل وليفربول المباراة انتهت 3-3، وحصل حاجات غريبة جدا في المباراة. في بداية الشوط الأول بدأت نيوكاسل ببداية قوية جدا بهجمة في الدقيقة الثانية، تسديدة من تونالي وتصدى لها حارس ليفربول. ماكاليستر رجع لهم الضربة في الدقيقة 14، ولكن نيك بوب حارس نيوكاسل طلعها ركنية. ورغم ان ليفربول حاول، ولكن نيوكاسل كان أصحاب الصدارة في الهدف الأول. وسجل ألكسندر إيزاك في الدقيقة 35 حرفيا حط صاروخ في المرمى من بره منطقة الجزاء وسكنت شباك ليفربول. وبكده انتهى الشوط الاول بتقدم نيوكاسل. بدا الشوط الثاني وليفربول ناوي انه يرجع ويعوض اللي حصل، وبعد 5 دقائق وفي الدقيقه ال50 يسجل كورتيس جونز هدف التعادل بعد تمريره جميله جدا من صلاح. تمريره بصراحه دقيقه وبالملي. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ في الدقيقه 53 يسدد كودي كاكبو تسديده قويه عدت من جنب القائد. وبعد كل ده يجي جاكوب ميرفي في الدقيقة 68 استغل ارتباك الدفاع وسجل تاني هدف، واحتفل احتفال غريب جدا بصراحة، انه كده بيقول لهم اتكلموا وانا مش معبركم يعني. تقريبا ده اللي حصل يعني. بس على مين يا صاحبي؟ صلاح ما هنهوش وحط له هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 68. ابعت يا اللي بتبعت. هل ده كفايه؟ لا، يجي صلاح في الدقيقه 83 وبعد مجهود فردي مميز جدا من نجمنا المصري يراوغ الدفاع ويسجل كره ارضيه تسكن الشباك. ولكن للاسف نيوكاسل تعادل في الدقيقه 90. اوسخ من كده مفيش، اوسخ من كده مفيش، عمري ما شفت اوسخ من كده. وهنا بقى حصل لقطة رهيبة جدا وفي الوقت بدل ضائع، وفي هجمة مرتدة من نيوكاسل 3-1 ادى الحكم صفارة النهاية. وفي الهجمة كان ممكن تحقق الفوز فعلا لنيوكاسل. وموجة غضب كبيرة جدا اشتعلت. الجماهير اتهموا ليفربول بسرقة المباراة من نيوكاسل واتهموهم بالفساد التحكيمي، وقالوا ان الفرصه كانت كبيره جدا لان الثلاث لعيبه منفردين بالحارس. قبل انتهاء الوقت بثواني قليله الحارس اطلق صفارته. وطبعا الجمهور قال ان ده تحيز واضح وفضيحه تحكيميه كبيره جدا، وان ليفربول سرق الفوز من نيوكاسل. على سبيل المثال مثلا لا الحصر، واحد من الاشخاص كتب نيوكاسل 3-1 في الثلث الاخير من الملعب في الثواني الاخيره من المباراه يعلن الحكم انتهاء اللقاء. الفساد بقى على الهواء مباشره وفي ابهى صوره، امر مقزز بصراحه. وحتى لما جه حارس نيوكاسل يتكلم مع الحكم اداله بطاقه صفراء. بصراحه الوضع كان غريب جدا. قول لي انت بقى رايك، هل فعلا الوقت انتهى ومن حق الحكم ان هو يطلق صفارته وينهي الفرصه وما يديهمش الفرصه دي، ولا كان لازم يسيبهم؟ مستني رايك تحت في التعليقات. اعمل لنا لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ودعمنا عشان بجد نعمل لكم الفيديوهات اللي جايه. سلام. That's full time. A point's a point. Brilliant game of football, but that's a fucking joke. What the fuck? You didn't get a second off? Nah. As soon as I went 95, that was it. What a fucking crazy match. Fuck me.
Wow. Who's the Scouser? Who's the Scouser in the blue? Crazy game. Don't know how they blew the whistle there, like. A point. Ready to go, my Bobby shot at the end. We take a point, but could have easily been 3 if I took my chances. See you next one, boys. See you out here.